وأدخل نساء الحسين وصبيانه إلى مجلس ابن زياد، فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنة علي، فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. قال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها، فقال له عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال لها ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردى من آل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلت كالي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوك شاعرا سجاعا. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفذ صدري بما قلت.